السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. النهاردة هقدم لكم جدول مباريات يوم الأحد، وأتمنى الفقرة تكون خفيفة على قلبكم. والبداية من نتائج مباريات يوم السبت. البداية من الدوري المصري، إنبي يفوز على الجونة بهدف دون رد، وطلائع الجيش يتعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق. وفي بطولة اليورو، جورجيا تتعادل مع التشيك بهدف لمثله، وتركيا تخسر من البرتغال بثلاثية نظيفة، وبلجيكا تفوز على رومانيا بهدفين دون رد. في بطولة كوبا أمريكا، بيرو تتعادل سلبيا مع تشيلي. وفي ربع نهائي كأس تونس، فاز الأولمبي الباجي على مستقبل المرسى بثلاثية مقابل هدفين. ومن الدوري العراقي، كربلاء تفوز على الكرخ بهدفين لهدف، وبنفس النتيجة فاز الحدود على الميناء. ونفط الوسط يخسر من الزوراء بهدف وحيد، وأمانة بغداد تتعادل إيجابيا مع الكهرباء بهدف لكل فريق. ونفط البصرة يخسر من القاسم بهدفين دون رد. وفي بداية مباريات يوم الأحد الجولة الثالثة المجموعة الأولى، اسكتلندا والمجر 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية. في الجولة الثالثة المجموعة الأولى، سويسرا وألمانيا 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية. وفي الجولة الأولى من كوبا أمريكا، المجموعة الثانية، الإكوادور وفنزويلا 1 صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية. وفي الجولة الأولى أيضا من كوبا أمريكا، المجموعة الثانية، المكسيك وجامايكا 4 صباحا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية. ومن الدوري المصري، مودرن سبورت والإسماعيلي 4 عصرا، المصري وسيراميكا كليوباترا 7 مساء، بيراميدز والمقاولون العرب 7 مساء. من الدوري العراقي، القوة الجوية والنفط 5 مساء، نوروزو والنجف 5 مساء، الشرطة والطلبة 7:30 مساء، نفط ميسان وزاخو 7:30 مساء، دهوك وأربيل 7:30 مساء. وفي كأس تونس ربع النهائي، الاتحاد المنستيري والنادي الإفريقي 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية. وفي كأس تونس، النجم الساحلي والملعب التونسي 6 مساء بتوقيت مصر والسعودية. وفي كأس العرش المغربي نصف النهائي، المغرب الفاسي والجيش الملكي 10 مساء بتوقيت مصر والسعودية. بس كده، دي كل المباريات اللي كانت معانا النهارده. اتمنى الفقره تكون خفيفه على قلبكم. ادعمونا بلايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، ومتشكرين جدا على دعمكم. لو عندكم اي ملحوظه اتمنى تسيبوها لنا في التعليقات.